Driving up Uber black Cadillac, high heel boots and a sexy body full of tats. Baby's مليكة بوظ لنا الشغل خالص يا جماعه. ايه الاخبار؟ عاملين ايه؟ النهارده تنتهي سنه وهنبدا سنه جديده. كل واحد في المرحله دي بيبقى ليه امنيات وبيبقى ليه او ليه خطط معينه نفسه يحققها في السنه الجديده. انا بالنسبه لي الحمد لله يعني سنه 2022 كانت سنه الحمد لله سعيده علينا، واتمنى ان شاء الله كانت سعيده عليكم برضو. وفي برضو شويه خطط وفي شويه حاجات الواحد نفسه يحققها لسه وبيسعى ليها وبيعمل اللي عليه، واتمنى ان شاء الله في سنه 2023 ان احنا كلنا نحقق كل اللي eحنا بنتمناه. Isst du? Hast du nicht gesagt, das ist egal? Ja, wenn du isst, dann iss ich mit. Aber wenn ich nicht esse, dann isst du auch. Ja. Ganz einfach. Nee, das soll ich jetzt mal machen? Isst du? Nee. Dann mach für mich bitte das Essen warm. مشكلة في موضوع الأكل. Once you taste it, you cannot replace it. She could get you high, all the dopamine inside triggers fast once she's naked. بقول لك ايه؟ نعم. رحيم قول لي انت بتاكل ايه كده؟ Was isst du? Reis, Reis und? Fleisch, Und was noch? Hawaii. Hawaii. ما شاء الله. Und das noch Fleisch und Reis. Kein Hawaii. Kein Hawaii. Einmal dann Hawaii über den Reis. Hawaii هنا يا. أنا زايته Hawaii. رحيم بياكل رز وهواهية وفلايش اللي هي اللحمة. الهواهية اللي هي الملوخية، يعني بياكل رز وملوخية ولحمة عشان بس ايه ما تهوش مننا. Cocaine. هنشوف السنة دي، هنشوف يعني المفروض ان خلال كام ساعة ان شاء الله تبتدي السنة الجديدة. يمكن الواحد مش فاكر كمية الحاجات اللي كان بيشتريها وهو صغير. في ايام ما كنا اطفال كنا بنشتري قد ايه والكمية قد ايه، وايه الحاجات اللي كانت محرمة او مش محرمة لينا كاطفال. هنا في شوية قوانين بخصوص الموضوع ده، الفويافاك الالعاب النارية. بس دلوقتي انا هخرج اقابل جماعة اصحابي، هنروح نشرب حاجة كده على السريع قبل السنة الجديدة، وبعد كده كل واحد يرجع يقضي اليوم ده مع عيلته. فنروح مع بعض سوا كده نشرب القهوة على السريع ونكمل مع بعض واحنا هناك. احنا عندنا حالة استنفار امني جوه البيت، البيت كله مقلوب على بعضه، بس يعني بنحاول نتعايش. انتي مشكلة، بس بنحاول نتعايش يعني مع الموقف. بس حالة استنفار امني كده وكل حاجة مقلوبة، فانا مش عارف اصور، مش عارف اركز في التصوير خالص بصراحة. يعني خلينا نخرج احسن، نكمل من بره وبعد كده نرجع نشوف الالعاب النارية تبقى عاملة ازاي السنة دي. انا منتظر الفترة دي. والله حلاوة الحياة مع البنات، يعني حنونات. لما تكون عندك بنت صغيرة تكون حنونة عليك. دلوقتي الساعة 6:30 واحنا بندور على اي كافيه ولا حاجة نشرب فيه قهوة او نشرب فيه اي حاجة. يعني البلد كلها قافلة، بس البلد كلها نظيفة النهاردة. وبعد الساعة 12 هنشوف بقى منظر البلد عاملة ازاي بعد الساعة 12. السنة دي اول سنة مسموح بيها ان هم يضربوا الصواريخ الفويافاك بعد 3 سنين توقف بتوع الكورونا، والسنة اللي فاتت اللي هي تقريبا بعد الكورونا 3 سنين من غير ضرب نار. السنة دي اعتقد ان الكمية هتبقى مهولة جدا، ولا عزاء بقى للطيور والحيوانات وبرضه الناس الكبيرة والناس اللي بصراحة تتضرر والناس اللي بتتضرر من الموضوع ده. المهم نتمنى ان شاء الله، يعني بقالنا نص ساعة دلوقتي عمالين نلف في كل المدينة عمالين نشوف اي كافيه فاتح عايزين نشرب اي حاجة، ان البلد كئيبة. بعد الساعة 12 مش هتبقى كئيبة، بس دلوقتي كئيبة. يعني المكان الاخير اللي احنا بندور عليه الكافيه ده او المطعم برضه قافل،
فهي الغلطه كانت غلطتنا من الاول، لان واضح طبيعي ان في اليوم ده يوم 31 كل الناس او كل المطاعم بتحضر لحفله الكريسماس، كريسماس ايه، حفله النيو يير اللي هي سيلفستر، فما حدش بيبقى فاتح في اليوم العادي يعني. دلوقتي هنروح التانك شتيله هنا، البنزينه دي، ناخد منها اي حاجه تو جو ونقضي اليوم بتاعنا بطريقه. مش عارف اجيب ايه، عايز اكل اي حاجه. واحده من دي، واحد بيك اب، يبقى معانا البيك اب والتندر والبتاعه الجميله دي، مشروب جميل قوي بالفروخت. Dankeschön. Guten Rutsch. Dankeschön. اوبلا. طيب خلصنا بقى ونشرب الحاجات كده بره. الجو جميل بره النهارده، درجه الحراره تقريبا 16، ودي عمرها ما حصلت في اخر ديسمبر. طبعا زي ما انتم شايفين كده، ده من عندي من البلكونه. الوضع ده بيستمر يعني 4-5 ساعات بلا انقطاع. كمية الصواريخ والفويا باك اللي بيشتروها بتعدي ملايين اليوروهات، ملايين الدولارات، وده في يوم واحد بس، كل سنة في يوم راس السنة. المواضيع دي والله خطر جدا يعني. انا مش عارف اقول ايه. موضوع بقى الالعاب الناريه ده موضوع يعني محيرني من ساعه ما جيت البلد دي. قوانين صارمه في كل حاجه في المانيا، قوانين صارمه في كل حاجه تتخيلها، اللي يسوى واللي ما يسواش، الحاجات اللي تستاهل واللي ما تستاهلش. فانا مش عارف موضوع الالعاب الناريه ده هو ليه ما فيهوش حد وما فيهوش قوانين. كل حاجه يعني الحاجه الوحيده اللي بيسيطروا عليها في موضوع الالعاب الناريه خلال السنين اللي فاتت هو كميه المبيعات او السن او الكلام ده، العمر بتتباع لمين، زي السجاير والحاجات دي كلها. بس ده ولا بيأثر في اي حاجه، لان الكميه اللي بيتم شراها في اليوم ده في جوه المانيا بما يعادل مثلا ال 120 مليون او ال 122 مليون يورو، فدي كميه رهيبه. فالناس عندها يعني جوع ان هي تشتري العاب ناريه، وهم دايما هنا بيتكلموا في اوروبا على حمايه حقوق الحيوان والكلام ده. اليوم ده بيبوظوا فيه الحيوانات كلها وبيطربقوا عيشتهم وعيشه الطيور وكل حاجه تتخيلها في اليوم ده بالذات. الضرب النار ده شغال طول الليل، وطبعا بدايه من الساعه 12 بيبقى كثافه مهوله لغايه تاني يوم الصبح. انا مش معترض على حاجه، بس في بلاوي بتحصل والله العظيم. يعني بعد نص ساعه، احنا دلوقتي ايه الساعه 12 ونص و5، بعد نص ساعه او 35 دقيقه اهو بدات عربيات المطافي سامعها من الناحيه الثانيه، عربيات المطافي، عربيات الاسعاف. فواضح ان في يعني احداث حصلت لا قدر الله، وحوادث او اي انفجارات. لو وريتكم تشيكو وليلو القطط بتوعي دلوقتي مستخبيين، وده بيحصل كل سنه. انا بتكلم على حيوانات جوه البيت، يعني احنا قافلين عليهم وبنحاول ان احنا ما نخليهمش يخافوا، فما بالك بالحيوانات اللي بره البيت، ما بالكم بالحيوانات
والطيور اللي بره البيت اللي على الاشجار والكلام ده كله. موضوع صعب جدا ولسه شغال حتى الان يعني. كل سنه وانتم طيبين. احنا هنروح نضرب البومب بتاعنا الصغير عشان الاطفال، وخليهم هم بقى يضربوا الايه الصواريخ بتاعتهم الكبيره. بصوا والله العظيم القطط خايفه ازاي. بصوا ليلو فين. تعالي يا ليلو، تعالي يا حبيبتي، تعالي كم. بص، ولا هي عارفه تطلع فوق ولا تنزل تحت ولا تستخبى فين بالظبط. تعالي يا ليلو، كم يا كمت. بصوا ده اللي انا بقول عليه، القطط خايفه في كل حته. تعالي يا بيبي. لو بصينا هنا للإحصائية دي هنلاقي أولا هي بالمليون يورو. Umsatz mit dem Verkauf von Silvesterfeuerwerk in Deutschland in den Jahren von 2000 bis 2021. الربح من الألعاب النارية في ألمانيا بس من سنة 2000 لسنة 2021. بصوا يا جماعة الإحصائية عاملة ازاي. يعني هنا 102 مليون سنة 2000، والكيرف نزل شوية لسنة 2007، بعد كده طلع لأقصى حد سنة 2015 و16 و17، وكان 137 مليون الأومزاتس. نزل في 2019، وطبعا 2020 و2021 يعني ما ينفعش نعدهم أو نحسبهم لأن دول كان فيهم الكورونا وكان ممنوع بيع أو شراء الألعاب النارية مطلقا. اللي أنا عايز أوصله برضو في القصة دي كلها، احنا بنحتفل والناس كلها بتحتفل على كل مستوى العالم، مش دي المشكلة. يعني الواحد ما بقاش راجع ولا حاجة يعني، لا خلينا نحتفل وكل حاجة. هو يوم في السنة بيتكرر كل سنة، بس في احتفالات عن احتفالات تفرق. او كل الناس اللي بتشتري الحاجات دي بأعمارهم المختلفة بيضربوا الحاجات دي او بيستخدموا الألعاب النارية كل واحد قدام بيته او جوه الحديقة بتاعته او تحت بيته. فتلاقي المشاكل كتير، الحوادث كتير جدا، غير مثلا بلدان تانية ممكن تكون يعني ايه منظمة الموضوع شوية، بمعنى ان في الميادين العامة الحكومة مسيطرة على الموضوع ده، بس بيبقى منظم وبيبقى الحوادث فيه اقل. هنا انا من ساعة ما جيت الموضوع ده بصراحة، لو هتسألوني عن رأيي الشخصي، انا مش بحب اليوم ده هنا، لان لما بمشي في الشارع في اليوم ده او بعدها حتى بيوم ما بعرفش اتنفس. حوادث كتير جدا. بعد نص ساعة يعني كان ابتديت تسمع السرينة والكلام ده. لو جينا هنا مثلا شفنا ده تقرير اهو يا جماعة على الصفحات الألمانية، بيقول لك 2 ماتوا امبارح ومصابين في الليلة بتاعت امبارح. عدد كبير من الحوادث وبسبب التعامل مع الألعاب النارية. واحد تاني فقد دراعاته، واحد تاني مش عارف ايده اتقطعت. يعني الواحد مش عايز يخش في تفاصيل كتير بصراحة، بس يعني ده اللي انا قصدي عليه. الحوادث في كل حتة برضو، بس انا وجهة نظري ان الموضوع كان محتاج يتلم اكتر من كده. وللأسف تحس ان مفيش يعني ايه، ما بنتعلمش من اللي فات. السنين اللي قبلها بيحصل برضو حوادث كتير والكلام ده، بس تقريبا محدش بياخد اكشن، او يمكن هم مش عايزين ياخدوا اكشن. يمكن الموضوع مرتبط بالقيمة السوقية اللي بيحققوها الشركات في الأيام دي، فدي يمكن تكون مسيطرة على الموضوع بشكل أو بآخر، الله أعلم. بس ده كان وجهة نظري في الموضوع ده. كل سنة وانتم طيبين، سنة سعيدة عليكم. أكيد طبعا ضربتوا برضو ألعاب نارية. إن شاء الله سنة 2023 تكون أجمد سنة في حياتكم جميعا وتحققوا كل أحلامكم. أشوفكم الفلوج الجاي. السلام عليكم.